على فكرة بقى النهاردة العيد. أيوة، في إيه يعني؟ يعني عايزة أنزل أشوف صحابي، بقالي كتير ما شفتهمش، وأنا قلت مفيش نزول. يعني إيه مفيش؟ وليه؟ يعني مفيش يا رحمة، مش عايز كلام كتير، ويلا ادخلي جوه، أنا مصدع ومش فايقلك. دخلت أوضتي، فضلت أعيط كالعادة زي كل مرة، بطلب فيها منه طلب وما يوافقش عليه. حاسة إن أنا كأني في سجن. أيوة أنا فعلا في سجن، بس أنا ذنبي إيه؟ هو اللي اتجوزني صغيرة وأنا لسه 18 سنة. أنا ما عشت سني، وده مش ذنبي. أنا اتحرمت من تعليمي ودخلت الثانوية عامة بسببه وبسبب أهلي، أو بمعنى أصح أهلي. أنا اتحرمت من حياتي بسبب إني يتيمة وماليش حد. جوزوني الواحد عنده 37 سنة عشان يخلصوا من مصاريفي ومسؤوليتي ومني، وأنا متحملة الحبسة والصوت العالي والتحكم بدافع الشك والنقص وقلة ثقته في نفسه. بقالي 2 سنين، بس أنا خلاص تعبت وجبت آخري، مش هتحمل أكتر من كده. أنا لسه صغيرة على هم ده، وصغيرة على إني أعيش مع شخص غير سوي أكتر من كده. قعدت طول الليل أفكر، قررت أتكلم وأقول كل اللي جوايا. أيوة، أنا لازم أقول كل حاجة. أنا عايزة أتكلم معاك. رد من غير ما يرفع عينه على الموبايل اللي مشغول فيه. مش فاضي دلوقتي ومش فايق. لا، لازم تفضى وتفوق وهنتكلم دلوقتي وانت هتسمعني. بصلي باستغراب ودهشة، وازاي جالي جراءة أكلمه كده. بس أنا ما اهتمتش وكملت. أنا عايزة أتطلق. عايزة إيه يا أختي؟ إيه اللي سمعته؟ ويا ترى هتعيشي فين بقى لما تتطلقي؟ في الشارع؟ لا، هروح لأهلي. ضحك ضحكة مستفزة. أهلك مين يا كتكوتة؟ اللي ما فكروش يسألوا عنك ولا مرة. دول باعوكي بالفلوس، وكان عندهم استعداد يبيعوكي بغدو عادي. دول ما صدقوا وخلصوا منك. ساعتها دموعي نزلت غصب عني. كلامه كان جارح قوي، نزل على قلبي زي المية المغلية بالظبط. حرقه. أكيد من ذنبي إن ماليش حد، ولا ليا ظهر، ولا ليا ناس في ظهري تخاف عليا وتحميني وتاخد لي حقي من أي حد. حاولت أرد بتماسك. طلقني، وما يخصكش أنا هعيش فين. أعيش مكان معيش، حتى لو كنت هعيش في الشارع أرحم من عيشتي معاك. رد عليا وهو بيضحك بنفس الاستفزاز والبرود. وأنا أطلقك بس مش عشان انت عايزة كده، لا، عشان أنا عايزة أشوفك مذلولة وطالع عينك، عشان تيجي تتحايلي عليا عشان ترجعي. كمل كلامه. بس اعملي حسابك هتخرجي كده بالفستان اللي عليكي، وانا المهم عندي اخرج. مش مهم عندي اني اخرج بايه. سكت شويه، وبعدين قام وقف قدامي، قرب مني وسند ظهري على الحيطه. نفسي ابتدى يعلى. حسيت احساس غريب، يمكن خوف، يمكن توتر. قرب مني ولف ايده حواليا، لمس وشه بايده وقال لي انتي طالق. بعد عني وضحك نفس الضحكه المستفزه. ايه، بخد الباب وراكي وانت ماشيه. نزلت وانا مش عارفه اروح فين ولا لمين. انا ماليش حد، والدنيا شويه وهتليل عليا. طب انا هبات فين؟ هبات في الشارع فعلا؟ وانا هعمل ايه؟ انا حتى بسببه ماليش صحابي من المدرسه معرفش عنهم حاجه، ولا حتى معايا حاجه توصلني ليهم. الليل جه وانا ماشيه ومش عارفه اعمل ايه، خايفه من كل حاجه حواليا. انا ما كنتش بنزل من كتير، كل حاجة اتغيرت. زي ما كنت فعلا في سجن حقيقي. اضطريت انام على الكورنيش في الارض. قضيت 3 أيام في الشارع بتعرض فيهم لحاجات كتير، مضايقات ومعاكسة، وناس من اللي بيبقوا عايزين ياخدوا البنات يشتغلوا في الشغل ده. كنت بفضل اروح من مكان لمكان وانا مش عارفة اي حاجة. كنت كل ما بيعدي الوقت بدعي من قلبي ربنا ينجيني ويساعدني. انا مش عايزة اعمل حاجة غلط او حرام، انا عايزة اعيش حياة طبيعية مش اكتر، وأقول يا رب يا رب أنا صابرة وواثقة إن ربنا هيكون معايا وينجيني. وبعد مشي كتير في الشارع والمروح من مكان لمكان، وبعد تعب رحت عند الكورنيش. فضلت قاعدة على البحر لحد ما لقيت ست كبيرة جت وقعدت جنبي. فجأة كانت بتعيط جامد، وفجأة أغمى عليها. بمجرد ما أغمى عليها الناس اتلمت، حاولوا يفوقوا فيها وفعلا فاقت. قعدوها على سور البحر، ولما هدت شوية كل واحد راح كمل طريقه. وانا كل ده كنت واقفة مكاني من الذعر اللي انا حسيت بيه. اول ما هي وقعت قدامي خدت نفسي، رحت سألتها
إذا كانت كويسة ولا لأ. هزت راسها فسبت مسافة بينا وقعدت على سور البحر مكان ما كنت قاعدة. فضلت أفكر أنا ليه سألتها السؤال ده وأنا حتى معرفهاش. يمكن عشان كنت مفتقدة وطول عمري بتمنى حد يهتم بيا ويسألني إذا كنت بخير ولا لأ. عدى نص ساعة وأنا ساكتة سرحانة في مصيري، يا ترى هيكون إيه؟ وهفضل في الشارع كده قد إيه؟ طب هعرف أتصرف ولا لأ؟ وفي وسط دوشة دماغي قطع تفكيري صوت الست اللي جنبي. هي الساعة تجيلها كام دلوقتي يا بنتي؟ مش عارفة والله حضرتك، أنا مش معايا ساعة. اتنهدت وسكتت شوية وبعدين حاولت تقوم بس اتزانها اختل ووقعت، فسندتها. عرضت عليها إن أنا أوصلها مع إني مش عارفة الطريق ولا عارفة حاجة ولا ناقصني أهتم بمشاكل حد، بس مش عارفة. لقيت نفسي بقول كده من نفسي: ماشي يا بنتي، كتر خيرك، ممكن حضرتك بس توصفيلي وأنا هسندك؟ أصل أنا مش عارفة الطريق. هو أنتي مش من اسكندرية يا حبيبتي؟ منها، بس أنا بقالي كتير منزلتش من البيت. طيب يا بنتي بلاش، أحسن ما تعرفيش ترجعي، روحي بيتك أحسن وأنا هاخد تاكسي وأروح. سكت لحظات بحاول استوعب خوفها على واحدة ما تعرفوش، وأنا الناس اللي المفروض أهلي مش خايفين عليا الخوف ده. حاولت أحبس دموعي ورد عليها: لا أنا مش راجعة تاني، أنا ببات هنا. هنا فين؟ في الشارع؟ لا ما ينفعش يا بنتي، ما ينفعش تفضلي كده في الشارع، أصله غلط عليكي. فين أهلك؟ ماليش أهل. سكتت شوية وبعدين قالت لي: طيب أنا عندي أوضة فاضية في دخلة العمارة عندي، أنا عارفة إنها مش أحسن حاجة والله، بس هي أحسن من الشارع يا بنتي لحد ما تدبري حالك إن شاء الله، وما تقلقيش هي نضيفة والله. وافقت من غير ما أفكر، أهو أي مكان مقفول أكيد هيكون أحسن من الشارع. في الأول خفت أكون باخد قرار غلط وأكون بعرض نفسي للخطر لأن دي ست معرفهاش، بس قلت أكيد ربنا معايا وإن شاء الله هيحميني. فعلا اتحركنا، فضلت طول الطريق أردد: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أخيرا وصلنا، دخلتني الأوضة. أنا ساكنة في أول دور يا... أنتي اسمك إيه؟ اسمي رحمة. أنا ساكنة في أول دور يا رحمة، لو احتجتي حاجة تلاقيني خبطي عليا على طول. حاضر، شكرا جدا، شكرا أوي لحضرتك. يلا تصبحي على خير، اقفلي على نفسك بالمفتاح ده وبالترباس كمان من جوه، وحضرتك من أهله. حاضر، شكرا لحضرتك. قفلت الباب زي ما قالتلي وحسيت براحة غريبة، رغم إن الأوضة تقريبا ما تجيش 20 متر حتى، بس أنا حسيت براحة وأمان غريب. استغربت إحساسي جدا، أنا في بيت واحدة معرفهاش، ومش في بيتها تحديدا، لأ في دخلة عمارتها. لأول مرة حد يخاف عليا من الأذى وهو ما يعرفنيش، لأول مرة حد يحاول يساعدني باللي يقدر عليه حتى لو أقل حاجة عنده. ما حاولتش أفكر ونمت ليلتها وأنا على الأقل مطمنة بنسبة كبيرة ومرتاحة. وصحيت تاني يوم على خبط جامد على الباب، استمرت في مكاني من الخضة. مشيت للباب خطوة وبرجع التانية، وبمجرد ما فتحت لقيت ألم جامد نزل على وشي. من قوته حسيت إن أنا اختل توازني. في اللحظة اللي كنت بحاول أستوعب إيه اللي حصل، نزلت صاحبة البيت على صوت الخبط اللي على الباب، لأنها طبعا فوقي على طول. اتفزعت من منظري، باين عليا الذعر والخوف. في عز ما كنت لسه بفوق من الخضة لقيتها خدتني في حضنها من غير أي مقدمات. إحساس بالحنية والأمان غريب والدفء، لأول مرة حسيت بالدفء في حضن حد، والمفروض إنه حد غريب. قطع تفكيري صوته بقوته وجبروته وبجحته وهو بيعرف الست بنفسه: أنا ابن عمها. ابن عمها إزاي؟ هي قايلة لي إن ملهاش أهل، طبيعي عشان تمشي على حل شعرها، بس ده بعدها، أنا مش هسمح بكده، ولو لازم لها رباية أنا بقى اللي هربيها. كان بيتكلم بكل برود وبجاحة، كأني لعبة في إيدهم، مش من حقي أخد قرارات تخصني. يوم ما قررت أحارب عشان حياتي وأهرب من السجن اللي عيشوني فيه طول عمري، بقيت في نظرهم عايزة أمشي على حل شعري، بس أنا لأ، مش هقبل إن حد ياخد مني حياتي مهما حصل. كفاية اللي فات. قطع تفكيري صوت الست الطيبة اللي كانت أحن عليا من كل الناس: هو ده فعلا ابن عمك يا رحمة؟ أيوة يا حاجة ابن عمي، بس على الورق وبس، يعني ملوش الحق في أي حاجة ليها علاقة بيا. لا ليا علاقة بكل حاجة تخصك، أنا ابن عمك ومسؤول عنك غصب عنك. ضحكت بسخرية ورديت وأنا بحاول أتغلب على وجع قلبي من كسرته ووجع وشي من الألم: مسؤول عني؟
بجد مسؤول عني؟ تقدر تقولي انت امتى كنت مهتم بيا ولا بحياتي ولا حتى مسؤول عني؟ امتى كنت موجود في حياتي بالخير اصلا؟ دلوقتي افتكرت ان ليك بنت عمي يتيمة ملهاش حد ومحتاجة سند؟ دلوقتي افتكرت انك ابن عمي يا ابن عمي؟ حاولت اسيطر على دموعي وانا برد عليه بمنتهى الوجع والحرق. ما افتكرتش ده ليه وانتوا بتجوزوني الواحد قد ابويا؟ وما افتكرتش انك ابن عمي ليه وانا بتحرم من دراستي وحياتي ومستقبلي واهلي؟ بيبيعوا ويشتروا فيا. ما افتكرتنيش ليه وقتها؟ انا ابويا وامي ماتوا وسابوني امانه وانتوا ما حافظتوش عليها. بس انا خلاص قررت احافظ على نفسي. انا دلوقتي حره وحياتي ومستقبلي من النهارده هيكونوا بقراري انا وبس. وابتديت المشوار بطلاقي، ودي كانت بدايه طريق الصح اللي انا همشي فيه. رد بمنتهى البجاحه وكانه ما سمعش حاجه من اللي قلتها. هترجعي له بالذوق بالعافيه، هترجعي له يا رحمه. ده بعدك مش هيحصل غير اللي انا اقول عليه من النهارده. يبقى هكسر دماغك. في الوقت ده الست صفيه ردت عليه بكل قوه وثبات. كسر ايدك قبل ما تفكر تعمل كده. انت فاكر ما وراهاش حد يدافع عنها ولا ايه؟ خليك انت في حالك، احنا عيله مع بعض يا ست انتي. الست صفيه ما ردتش عليه، بصت لي وسالت لي بكل هدوء: انت عندك كام سنه؟ انا 18 سنه. طب انت عايزه تروحي معاه او موافقه على الكلام ده؟ لا مش عايزه. اوعي تسيبيني مني ارجع معاه ارجوكي. وبمجرد ما الست صفيه سمعت ردي وقفت قدامه وطلبت منه يخرج بره المكان. اتفضل اخرج بره، انا مش هخرج غير بيها، وانا بقولك مش هتقدر تاخدها غصب عنها. يبقى اتفضل لو سمحت. من مصلحتك يا حاجه ما تتدخليش بينا. رديت عليه بكل حزم عشان انهي النقاش ده. مش هتاخدني من هنا غير على جثتي. فليكن. قال الكلمه دي وفعلا حاول ياخدني بالقوه. صرخت وفجاه حد مسك ايد ابن عمي وبعده عني وقال له بكل حزم: هي مش قالت لك مش عايزه؟ ما بتسمعش الكلام ليه؟ قال الكلمه دي وفعلا حاول ياخدني بالقوه. فصرخت وفجاه حد مسك ايد ابن عمي وبعده عني وقال بكل حزم: هي مش قالت لك مش عايزه؟ ما بتسمعش الكلام ليه؟ ولا انت عقلك مستوعبش اللي اتقال؟ وبعدين كمل كلامه بنفس الحزم: اتفضل اخرج بره بالذوق بدل ما اضايقك، وساعتها شكلك مش هيكون حلو. في الوقت ده قطع نقاشه بصوت الست صفية وهي بتحاول تمنع ان الموضوع يتطور اكتر من كده وانه يوصل لخناقة. خلاص يا رامي سيبه، هو هيمشي بالذوق زي ما احنا قلنا. وبعدين بصت لوليد ابن عمي وقالت بهدوء: لوحده، هيمشي بالذوق ولوحده. الجملة دي زودت غضب وليد اكتر. اول مرة حد يقوله على حاجة لأ وما ينفذش اوامره اللي بيمشي يقولها لأي حد يقابله كأنه مالك الكون. بس كل الكلام ده مقدرش يخليه يتغلب على بجاحته واستفزازه، وهددهم انه هيجيب الشرطة وهيخدني بالقوة لانه يعتبر من عيلتي. حاول رامي يتماسك اعصابه عشان ما يتهورش. ابقى روح وهات الشرطة ووريني هتخليه يمشيها معاك غصب عنها ازاي؟ ولا انت فاكرنا هنخاف يعني؟ الانسة مش قاصر زي ما سمعتي من شوية. وليد قرر يمشي لوحده فعلا لما لقى ان مفيش فايدة من التهديدات وكل حاجة بيقولها، وان كل الموجود بيعتبروا اللي بيقوله ده مجرد كلام فارغ ومحدش ابدا مهتم ينفذه ولا حتى يسمعه. بس وهو ماشي قال جملة واحدة انا ما كنتش عارفة اخاف منها ولا ما اخافش واكبر دماغي. قال: انا ماشي يا رحمة، بس مش بعيد ارجع تاني وهمشي برضو، بس المرة الجاية مش همشي بايدي فاضية، يا بيكي يا بروحك. بعد ما مشي الست صفية حاولت تهديني. رامي كمان حاول يطمني. رامي اللي أول مرة يشوفني وقف في صفي وهو ما يعرفنيش ولا حتى أنا أعرفه. أنا حتى ما أعرفش هو مين. حسيت إن أنا دخلت دنيا تانية. فقت منها على طبطبة الست صفية على كتفي وهي بتقول كلام يطمني ويهديني. ورامي هو بيقول: انت بقك ماله وارم كده ليه؟ على فكرة انت محتاجة تروحي الصيدلية، تعالي أوديكي في صيدلية جنب السوبر ماركت بتاعي. اندهشت للمرة اللي معرفش دي كام إنه صاحب السوبر ماركت وكان أحل عليا من أهلي ومن عيلتي ودافع عني. رحت معاه الصيدلية، شافوا بقي وطلع محتاج تلج مش أكتر، وإن أسناني نزفت من قوة الضرب مش أكتر من كده. وفي طريقي وأنا راجع كان عندي فضول أعرف هو مين وجه إزاي، وإن هو عارف منين إن في حد بيهددني. فسألته: هو أنا ممكن أسألك سؤال؟
اتفضلي. هو حضرتك عرفتي منين اللي بيحصل في بيت الست صفية؟ وإيه اللي خلاك تدافع عني؟ هقولك. بالنسبة لعرفت منين فأنتم صوتكم كان جايب آخر السوبر ماركت. أما بالنسبة لسؤال ليه دافعت عنك فده لأني ما تعودتش أشوف حد محتاج مساعدة وما ساعدهوش، حتى لو أنا مش عارفه ولا عارف هو مين وأصله إيه وإيه حكايته أصلا. وكمان مش رجولة إني أشوف واحد بيزعق لست وأسكت وأكبر دماغي، بعيدا يعني عن إن الست صفية دي خيرها على الكل وأنا بعتبرها أمي التانية. كنت بسمعه وأنا مبسوطة قوي إن في ناس كده. أنا كنت قربت خلاص أفقد الأمل إن في ناس كويسة وإن الدنيا بخير من اللي شفته من أقرب الناس، ولقيت نفسي ابتسمت فجأة من غير ما أحس، وأنا بفكر قد إيه ربنا حط في طريقي ناس كويسة. معرفتش إني ببتسم غير لما رامي قال لي أعتبر الابتسامة دي دليل على إني كليتي شوية. هزيت راسي بمعنى ورجعت البيت، وكانت مستنياني الست صفية. أول ما دخلت طلبت مني أحكي لها كل حاجة عني بصراحة، وقالت إنها هتصدقني وهتساعدني، وأكدت لي إن محدش يقدر يأذيني طول ما أنا معاها هنا. وقبل ما أبدأ أحكي سألتني سؤال مهم ما جاش على بالي خالص. هو ابن عمك عارف مكانك منين يا رحمة؟ وانتي قلت إني بقالك كذا يوم في الشارع. مش عارفة، ما فكرتش في السؤال ده قبل كده. طيب يمكن كان ممشي وراكي حد؟ لا، ما أعتقدش. طب انتي معاكي تليفون يمكن جابك عن طريقه؟ لا، أنا حتى مش معايا تليفون. أنا ما خرجتش من البيت بأي حاجة ممكن حد يوصلني عن طريقها. سؤال الست صفية شغل بالي جدا. هو عارف منين مكاني فعلا؟ محدش يعرف إني قابلت ست طيبة ورحت معاها. هو ممكن يكون عامل برنامج تتبع فعلا، بس هيركب الجهاز فين؟ أنا معيش ساعة ولا موبايل ولا أي حاجة خالص. أنا حتى خارجة من البيت بطولي، وعدى يوم كامل وأنا بحاول أفكر وأعرف إزاي ممكن يكون عارف مكاني وعن طريق إيه بالظبط. عدى الليل كله تقريبا وأنا بفكر إيه اللي ممكن يوصلهم ليا وما وصلتش لحاجة. وبعد مرور 3 أيام مرت ال3 أيام والست صفية معايا مهتمية بيا وبنفسيتي اهتمام كبير جدا، بعد ما سمعت حكايتي كلها من البداية لحد اللحظة اللي شافتني فيها، وبتصمم إني أطلع لها على مواعيد الأكل عشان أكل معاها وتتونس بيا، لأني لاحظت إنها عايشة لوحدها مفيش غير ست بتيجي تساعدها في شغل البيت، ولأنها ما حكتش حاجة عن ولاد أو أي حاجة. فعلا كانوا أهدى 3 أيام مروا عليا في حياتي، كلهم دفع وحنية وهدوء. بس خلال ال3 أيام كنت مشغولة بالتفكير في حياتي ومستقبلي، وإني أكيد مش هفضل عايشة عندها كده طول العمر، لازم أفكر في اللي جاي، وفي نفس الوقت في التفكير إذا كنت متراقبة من أهلي ولا لأ، وإزاي قدروا يوصلوا لي هنا بس من غير فايدة تماما. قررت أتناسى الموضوع وربنا أكيد هيكشفه في الوقت المناسب، وقررت أطلع للحاجة صفية وأتكلم معاها في موضوع الشغل. مساء الخير يا حاجة صفية، عاملة إيه؟ بخير يا بنتي، نحمد ربنا على كل حاجة. قوليلي انتي يا حبيبتي أخبارك إيه؟ أحسن من الأول؟ يا حبيبتي بخير، ربنا جعلك ليا سبب أكون أحسن، بس كنت عايزة أفتحك في موضوع كده. قولي يا بنتي، موضوع إيه؟ يعني فكرت أنزل أدور على شغل في أي مصنع. وليه تشوفي أي مصنع؟ أنا عندي مصنع هدوم بشغل فيه البنات الحلوين اللي زيك. بجد يا ست صفية؟ أيوة يا حبيبتي، وأنا هكلم المسؤولة عنه من النهاردة، وهتنزلي وتشتغلي من بكرة. وما تخافيش، هو مش بعيد قوي من هنا، يعني محدش هيقدر يتعرض لك، وأنا كده كده هوصي عليكي وبأطمن عليكي عن طريقها من الوقت للتاني برضه. بس يعني عارفة، جيت من بيتك من غير ما تجيبي هدوم ولا أي حاجة. أنا هنزل معاكي على بعد المغرب نشتري لك شوية حاجات لحد ما تنزلي الشغل وتظبطي أمورك. بجد شكرا جدا، شكرا أوي يا ست صفية. أنا مش عارفة أقولك إيه، والله بجد اللي بتعمليه معايا أهلي نفسهم ما فكروش يعملوه. حضنتها حضن طويل جدا، كنت حاسة بأحاسيس كتيرة قوي، فرحة ودفى وأمان وحنية وكل حاجة. إحساس حلو إن حد يخاف عليكي ويحب يساعدك ويدافع عنك ويساعدك تقومي من وقعتك حتى لو ما يعرفكيش. أول لما المغرب أذن لقيتها بتناديني عشان أطلع لها، ومحضرالي فستان بسيط وحلو جدا عشان ألبسه بدل اللي جيت بيه. خدي يا حبيبتي البسي ده عشان ننزل، ويا رب يكون على قدك. الله، ده حلو قوي، جبتيه منين ده؟ هقولك بعدين، يلا جهزي بس. حاضر، دقايق واكون جاهزة. لبست وجهزت ونزلنا اشترينا حاجات كتيرة قوي،
كنت حاسة إن أمي اللي معايا مش ست غريبة، مش حد يعرفني من كام يوم وبس، ومفيش مكان رحناه غير وحد وقفها سلم عليها ده عليها بحب. بجد حب الناس ده حاجة حلوة قوي، والسمعة الطيبة أحلى بكتير. والست صفية ربنا ما شاء الله كرمها بالاتنين. وفعلا نزلت الشغل، عدت الأيام وأنا مبسوطة وعايشة حياة هادية، محدش من عيلتي بيضايقني، لدرجة إن حمدت ربنا إنهم طلعوني من دماغهم. بس للأسف اعتقادي كان غلط. بعد شهر لقيت وليد مستنيني قدام البيت، ومجرد ما خرجت في الماشي ورايا لحد باب المصنع. أول لما لقى إني بعدت عن البيت ومحدش هيوقفه، حاول يمسكني ويشدني بالعافية عشان أمشي معاه. ما كانش يعرف إن المصنع بتاع الست صفية، وإنها لو مش معايا فمعايا ناس تبعها بظهري بدلها. صرخت وبعدته عني. الناس اتلموا وخدوه على الاسم، والمسؤولة عن المصنع عرفت الست صفية طبعا وجات لي على الاسم، خدتني بحضنها وطمنتني. وطبعا رامي لما لقاها خارجة من البيت لحقها وجه معاها، وأنا في حضنها سمعت صوت رامي بكل ثقة بيقول إننا مش هنخرج من هنا غير وهو حالل الموضوع نهائي. ما تقلقيش يا نسا رحمة، مش هتخرجي من هنا غير والموضوع محلول بأمر الله. رفعت راسي من حضنها. أنا عارفة إن الوقت مش مناسب، بس أنا مدام أنا كنت متجوزة. تمام يا مدام رحمة، كويس إنك قلتيلي عشان لو الظابط سأل ولا حاجة. بعد ما عدى نص ساعة الظابط جه ودخلنا له وحكينا الحوار. الناس شهدوا إن حاول يتعدى عليا بالضرب. رامي والست صفية شهدوا باللي حصل من كام يوم برضو، والظابط قرر إنه مضيه على محضر عدم تعرض، وقال له إن ده لو اتكرر هيتحبس وهتكون قضية. وفعلا مضى محضر عدم تعرض، وقال قدام الظابط إنه مش هيتعرض لي تاني، ومضى على كده. خرجنا من القسم وأنا بدعي ربنا يكون ده آخر الموضوع وما يكونش ليه توابع تاني. الست صفية كلمت المسؤولة عن المصنع وبلغتها إني مش هروح المصنع، وخدتني عندها البيت. قضيت اليوم معاها وقعدت تحكي لي عنها وعن كفاحها، وإزاي بقت الست صفية اللي كل الناس بتحبها. كانت بتحكي لي عن بنتها. كنت أول مرة أعرف إن عندها بنت مسافرة أو إن عندها ولاد أصلا. وعشان الحلو بيجي لما بنجيب سيرته وإحنا بنتكلم، الباب خبط، ولما فتحت لقيت مفاجأة حلوة للست صفية. هي وصفتها كده أول لما شافت اللي جه: ماما منار، وحشتيني قوي، انت رجعتي امتى؟ أنا لسه واصلة حالا، وقلت لازم عيوني تشوفك انت أول واحدة. يا حبيبتي انت وحشتيني قوي، اوعي تسافري تاني وتسيبيني. مش هسافر تاني يا صفصة، أنا قاعدالك بقى وهكمل هنا جنبي خلاص. ده أحلى خبر أنا سمعته من سنين. بعد ما طفوا نار الشوق بينهم، الست صفية عرفتني بنتها وعرفتها بيا. لو وصف لكم ازاي شكلها كان حلو، لو وصف لكم قد ايه كان حلو ولطيف الجو، وازاي كانوا فرحانين جدا باللقاء بعد غياب طويل، مش هقدر اوصف كم البهجة والفرحة والسعادة اللي كانت في عيونهم، والدفى اللي حسيته في صوتهم، نظراتهم لبعض. في الوقت ده كان العشاء اتحضر على السفرة، قعدنا ناكل وندردش. حسيت إن بجد في وسط عيلة حقيقية مع ست لطيفة وبنت ألطف. وفي وسط القعدة خرجت الست اللي بنساعد في شغل البيت من المطبخ ومعها حاجة في ايدها وبتقول إنها تخصني. أنا ساعتها ما قدرتش أعرف هو إيه. جبتيه منين ده يا أم حمدي؟ وقع توكة حزام فستان الست رحمة. وساعتها اديته المنار. إيه ده؟ ده جهاز تتبع. طب كسريه بسرعة. يعني إيه كسره بسرعة؟ هو إيه اللي بيحصل؟ مش فاهمة. ولأن الوضع كان فعلا مقلق، حكت الست صفية كل حاجة لبنتها بالتفصيل، من أول لحظة اللي شافتني فيها في الشارع لحد اللحظة اللي احنا فيها. كانت مستغربة جدا إن في بشر كده ممكن يعملوا لي أي حاجة من غير حساب ولا خوف من ربنا. منار طبطبت عليا وقالت لي إنهم معايا وإني ما قلقش من حاجة، وهيفضلوا جنبي لحد ما المحنة دي تعدي على خير. وبخصوص الجهاز فرفضت إنه يتكسر. يعني مش المفروض ينكسر ونتخلص منه يا بنتي؟ لا طبعا يا ماما، ده جهاز تتبع، يعني مش حاجة سهلة ولا ينفع تعدي كده. يعني ايه؟ يعني أجهزة التتبع دي مش أي حد ممكن يجيبها ويراقب بيها خط سير حد، ولا أصلا بتتجاب بسهولة، ولا من حق أي حد يعمل كده مع أي شخص. طب والحل؟ الحل ايه دلوقتي؟ احنا هنطلع على النيابة، نعمل بلاغ ونسلمهم الجهاز ونحكي لهم القصة كلها، وهم بقى يشوفوا شغلهم. وفعلا
طلعنا على النيابة وقدمنا بلاغ وحكينا كل حاجة، وحرروا محضر بالواقع، وقالوا إنهم هيستدعوا عصام طريقي ووليد ابن عمتي. واحنا خارجين منار فهمتني إن الموضوع هيكون طويل جدا لحد ما تاخدي حقك. خلي بالك يا رحمة، انتي من بكرة هيكون معاكي محامي. ماشي يا ست صفية. وفعلا استدعوهم، وطريق قال إنه جابه وحطهولي لأنه كان بيشك في سلوكي، وعشان لما أخرج من بيت يكون عارف خط سيري. واستدعوني تاني عشان ياخدوا أقوالي، وطبعا كلامي كان غير كلامه خالص لأني ما كنتش بنزل من البيت، والجيران كلهم كانوا شاهدين إنهم ما كانوش بيتكعبلوا صف حتى فيا. طبعا ده غير حاجة، غير موضوع الجهاز ده موضوع لوحده وأكبر بكتير من أي حاجة. وفي النيابة اتحفظت عليهم على ذمة التحقيقات، وأنا كانت الست صفية وكلت لي محامي، فالأخبار كانت بتوصل لي أول بأول. وبعد مرور شهر، ماما يا ماما عايزاكي. خير يا حبيبتي؟ أنا خلاص هبدأ دراسة من بكرة. دراسة إيه دي؟ إيه يا ست الكل، لحقتي نسيتي؟ هكمل ثانوية عامة اللي كنت مأجلاها. طب يا حبيبتي ربنا يوفقك ويكرمك يا رب. بس أنا كنت عايزة أقولك على حاجة. قولي يا ستي. رحمة كانت حكت لي إنها مش مكملة ثانوية عامة، قعدت في آخر سنة يعني. ما ينفعش تسأليها إذا كان متاح ليها تكمل ولا لأ؟ والله يا صفصف انتي ما في منك، طول الوقت بحمد ربنا إنك أمي. حاضر يا ست الكل، هسأل لها على الحوار. وفعلا سألت وطلع متاح أكمل ثانوية عامة، وعرفت الإجراءات، ونزلت الأوضة عندي بكل فرحة. بلغتني وفهمتني كل حاجة كأنها هي اللي هتكمل مش أنا. كان الخبر ليها مش ليا. أول ما سمعت كلامها، لو أقول إني كنت هطير من الفرحة مش هقدر أوصف لكم كم الفرحة اللي كنت فيها، وإني أخيرا هيبقى ليا حياة ومستقبل، وأكمل تعليمي وأحقق كل حاجة كنت بحلم بيها. وبعد فترة مش طويلة قوي فعلا خلصنا الإجراءات، وقدمت الأوراق، وبدأت دراسة ومذاكرة. كنت بروح الشغل الصبح وارجع أسهر على المذاكرة. الست صفية قررت إنها تاخدني عندها فوق ومفضلش تحت لوحدي. منار بنتها رحبت جدا، مع إني كنت خايفة جدا إنها تتضايق، بس اللي شفته إنها حبت وجودي جدا. كنا بنذاكر سوا، نشرح لبعض، ونروح الدروس سوا. كنت بستأذن من الشغل في أوقاتها، وفي الوقت اللي كان المحامي متابع موضوع طليق وليد ابن عمي وبيبلغنا بكل اللي بيحصل، أنا كنت مركزة في هدفي، وإني أدخل الكلية اللي اتمنيتها من زمان جدا، كلية الألسن. ده غير إني عرفت إن بعد التحريات ابتدى يظهر عندهم تجارة غير مشروعة، وإن النيابة ابتدت تحقيقات في الموضوع ده مع موضوع التتبع برضه. لأول مرة أحس فعلا إن حقي بيرجع لي، وواقف في ظهري، ومعايا ناس أقل ما يتقال عنهم إنهم زي الورد، اهتموا بيا كأني بنتهم فعلا. لو هقعد أوصف وأمدح وأشكر فيهم مش هخلص. وكنت مبسوطة جدا بعيلتي، عيلتي جيدة. كنت بعمل أقصى جهدي عشان أثبت لهم وأثبت لنفسي إن مجهودي ومجهودهم ما راحش هدر. وبعد ما عدى أسبوعين، وفي الوقت اللي كنت مبسوطة فيه بحياتي الهادية وبعد طليقي وابن عمي عن طريقي، ظهر في حياتي عقبة تانية بس أصعب من وجودهم بكتير. هو انت مش هتبطلي بقى تصرفي فلوسنا على الناس اللي في الشارع؟ فلوسكم ايه؟ وهي من امتى بقت فلوسكم؟ انا لسه ما متش تبقى فلوسكم؟ ربنا يديك الصحة يا ماما، ودي فعلا فلوسك تصرفي فيها براحتك. طبعا ما لازم تدفعي لها، بقى الموضوع على هواكي. بس من النهارده بقى مفيش مليم هيصرف على حد غريب. هو انت بصفتك ايه بتقول الكلام ده؟ هو انت كنت واصي عليا ولا انا فاقده عقلي، ولا يمكن ما بعرفش اتصرف؟ والله مش بعيد. بمجرد ما نطق الكلمه دي كان في قلم من الست صفية نزل على وشه. انا مش عارفه انا تربيتي ما اثرتش فيك ليه؟ الدين والاخلاق اللي قعدت عمري اعلمهم لك ما علموش في قلبك ليه؟ فوتت امري فيك يا رب، فوتت امري فيك يا رب لربنا يا محمود، فوتت امري فيك لربنا. انت فعلا شكلك كبرتي وخرفتي، بس والله ما هسكت. خرج من البيت بعدها. الست صفية انهارت وقعدت تعيط كتير زي ما كانت منهارة أول ما تقابلنا. واللي جه في بالي معقولة كان السبب برضه وقتها هو محمود. بعد ما هدينا الست صفية ونامت، دخلنا الأوضة أنا ومنار. حكت لي ساعتها: محمود يا ستي ده أخويا التوأم. في الأول كنت فاكراها بتهزر، بس كانت بتتكلم جد إنهم توأم. بس في مثل بيقول إن التوأم دول بيبقوا فولة واتقسمت نصين. هما فعلا فولة واتقسمت نصين، بس في الشكل بس، لكن الأخلاق والتربية فرق السما والأرض، مع إنهم من نفس الأم. بعد ما خلصت كلام فتحتها في موضوع إن لو مسببة ليهم إزعاج أمشي، بس طبعا قالت لي إن الست صفية ممكن تزعل مني،
فتراجعت عن الفكرة، وبعد مرور أسبوع جالنا خبر إنه اتقبض عليه وراح القسم. ولما المحامي راح عشان يفهم في إيه، اكتشف إنه متورط في قضية تعاطي، والمحامي بلغنا إنه هيتابع القضية. مر الأسبوع وأنا ومنى بنكمل مذاكرتنا ومهتمين بيها جدا وسط الأخبار اللي بتيجي من المحامي. وبعد مرور فترة اكتشفنا إن قضية التعاطي بتاعت محمود حقيقية، وإن التحاليل أثبتت إن في مخدرات في دمه فعلا، بس هو كان بينكر وبيحلف إن عمره ما قرب لها. جه وقت عرضه على النيابة، وماما صفية كانت موجودة. أصلها هي اللي طلبت مني أقول لها يا ماما صفية. وبالمناسبة أنا فعلا حاسة إنها أمي. محمود أول ما شاف والدته قعد يحلف إنه ملوش ذنب وإنها متلفقة. ماما أنا مظلومة يا ماما، صدقيني. هي كانت بتقول إن قلبها مصدقه المرة دي. وبعد مرور شهر من التحريات والتحقيقات اكتشفوا إن صاحب محمود له علاقة بالمخدرات اللي في جسمه، وإن هو اللي كان بيحقنه بيها من الوقت للتاني من غير ما ياخد باله. كان بيحط له منوم في أي حاجة بياكلها وبيحقنه. وطبعا هو لما كان بيفوق ما كانش بيكون مركز ولا فاكر حاجة، وإن لما كان بيبان عليه أعراض يقول له ده برد أو أي حاجة من دي. وما كانش بيحطها في الأكل مباشرة عشان ما يحسش إن أطعمة الأكل طعمه متغير، ورفض يقول مين قايل له يعمل كده. والنيابة فضلت مستمرة في الضغط عليه عشان يتكلم. صدمة محمود في صاحبه لما عرف كانت كبيرة، خلته ما بينطقش. الست اللي كان بيعلي صوته عليها وبيهنها كانت واقفة جنبه ومعها أخته، والبنت الغريبة اللي هو قال عليها إنها مش، وصاحبه اللي أقرب له من نفسه هو اللي عمل كده وما رعاش أي أخوة وعيش وملح بينهم. استمرت التحريات لحد ما اكتشفوا مين اللي سلط صاحب محمود عليه. حاول يلبسوا قضية، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لنا كلنا. طليقي وابن عمي هما اللي عملوا كده. طب عرفوه منين؟ وهيستفادوا ايه لما يعملوا كده؟ ايه اللي ممكن يكسبوه من كده؟ ولما حققوا مع صاحبه عشان يعرفوا السبب اللي خلاهم يعملوا كده، قال انهم ساروا عن البيت والناس اللي فيه، وطبعا عرفوا حكاية محمود ومامته. وبما ان محمود كاره وجودي وكاره مساعدة مامته ليا ولا اي حد زيه عموما، قرروا يستخدموه بطريقة عكسية، وانهم هيأذوه عشان بالتالي يكرهني اكتر ويكره وجودي ويعاديني شخصيا، لان طبعا هيكون شايف ان اللي حصل له مشاكل كتير مع مامته ومع بسببي. بس اللي حصل ان محمود ما همهوش من السبب قد ما كان همه ازاي صاحبه يعمل كده. المحامي هو اللي بلغنا بالاخبار، بلغنا ان بعد اعترافات صاحبه محمود كان يعتبر براءة وهيتحول على المصحة عشان يتعالج. اما بالنسبة للتحقيق مع طليقي وابن عمي فهو كان لسه مستمر، والتحريات كانت شغالة وكانوا لسه محبوسين على ذمة التحقيقات. وبعد مرور فترة العلاج، بعد ما فترة العلاج عدت واللي قعدت تقريبا أقل من شهر لأنه ما كانش دخل جسمه كمية كبيرة، وبعد ما إجراءات خروج خلصت رجع البيت لوالدته وأخته. حضنهم باشتياق كبير، ورغم اللي هو كان بيعمله فيهم وإزاي والصوت العالي، إلا إنهم حضنوه بنفس الاشتياق وعيونهم كانت متلهفة جدا. وأنا كنت واقفة بعيد بشوف المنظر الجميل ده من بعيد. انتم وحشتوني أوي أوي، وانت كمان يا محمود يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك. أنا آسف أوي يا ماما، آسف على كل حاجة. أنا معرفش أنا شيطاني كان مسيطر عليا إزاي كده. حقك عليا إن وثقت في ناس غلط، قواني عليكي وعلى نفسي. المهم إنك رجعت لعقلك ولينا يا حبيبي. حضن مامته كتير وعيط جامد، فضل في حضنها فترة وبعدين بعد عنها وبصلي وقال أنا آسف جدا يا أستاذة رحمة على أي حاجة حصلت مني. صدقيني أنا مش وحش، أنا بس ما كنتش شايف الحياة كويس. بحمد ربنا إنه نجاني من شر نفسي. أنا فعلا آسف جدا. ولا يهمك، حصل خير، الحمد لله إن ربنا فواك في الوقت المناسب. وبما إن محمود توأم منار فكان مأجل ثانوية عامة معاها، ولما فاق ورجع منار كلمته إن يقدم قبل ما الوقت يعدي والسنة دي تروح عليه. وفعلا قدم لأنه ما كانش فات كتير. بدأنا نذاكر إحنا التلاتة سوا، بدل ما كنت أنا ومنار وبس كنا بنشرح لبعض ونفهم بعض. ومحمود اللي كان كارهني اقترح على مامته إني ينام في الأوضة اللي كنت ببات فيها في الأول عشان أنا موجودة وما ينفعش نبات في نفس البيت. كنت مستغربة إزاي موقف واحد يغيره 180 درجة كده. كنت منبهرة بإصراره إنه يتعلم من اللي حصل له ويصلح علاقته بالناس اللي أثبتت له إنها فعلا بتحبه بجد. وبعد فترة مش كبيرة النيابة اتأكدت إن طليقي وابن عمي ليهم فعلا في الشغل الممنوع وتجارة الممنوعات طبعا اللي استخدموها ضد محمود. ده غير كمان إن ظهر أدلة إنهم بيتعاملوا مع الناس بره بتجيب لهم أجهزة حساسة جدا بيستخدموها في تجارتهم الممنوعة مقابل تنفيذ خدمات ليهم هنا.
والمحامي قال إن خلاص كده التهم أثبتت عليهم وبقوا مدنيين رسميا، والقواضي هتتحول للمحكمة. ما كنتش عارفة المفروض أزعل ولا لأ، بس كل اللي كنت عارفاه إني مرتاحة، إن كل حاجة اتكشفت وحقي رجالي، وكل شخص أذاني خد جزاؤه. بعد ما أخيرا ارتحت من ناحية موضوع عصام ووليد ابن عمي، لقيتني بركز أكتر في المذاكرة، وبقى عندي حافز أكتر أحقق اللي منعوني منه وأوصل لهدفي. وفعلا كملت شهوري الباقية في السنة بذاكر باجتهاد وتركيز، ومعايا طبعا منار ومحمود. وبعد مرور تقريبا 9 شهور دخلنا الامتحانات وعديناها بكل خير الحمد لله، وبدعوات ماما صفية. كنا بنعد الأيام بعد ما خلصنا الامتحانات عشان النتيجة. كنت متشوقة قوي أعرف أنا قدرت التحدي ده ولا لأ. وفعلا النتيجة ظهرت بعد أسبوعين. لما منار قالت لي الموضوع ما كنتش مصدقة نفسي، كان 96%. معقول أنا قدرت وتفوقت على نفسي وهحقق حلمي خلاص؟ ومنار جابت 98%، محمود جاب 97.5. كلنا كنا مجاميع تشرف. فرحنا ماما صفية وفرحنا نفسنا ومجهودنا، وسهرنا جاب نتيجة حلوة جدا بعد فضل ربنا. كنت مقررة إني هدخل ألسن بسبب حبي الكبير للغات وشغفي إني أتعلمها، وفعلا قدمت فيها. منار ومحمود قدموا في إعلام بسبب حبهم الكبير للراديو وإذاعة الراديو من صغرهم، وهم عايزين يكونوا جزء من كيان الإعلام المسموع. مرت الأيام والسنين، خلصت امتحانات آخر يوم في آخر ترم في الجامعة. بعد أسابيع من نهاية الامتحانات حبيت إني أروح الجامعة وأقف أتفرج عليها من بره، على حلمي اللي لما قررت أحققه حققته بفضل ربنا، بفضل ماما صفية وولادها. وفي الوقت اللي كنت سرحانة فيه جه صوت هادي من ورايا وقال: مبروك، خريجة بتقدير جيد جدا مرتفع مع مرتبة الشرف. لفيت بوشي عشان أشوف عيونه، هو كان أجمل حاجة حصلت لي في حياتي. وإنت؟ ومنار؟ أنا امتياز طبعا مش محتاجة، ومنار جيد جدا. وقبل ما أقول أي حاجة اعترف لي بحبه. يعني أنا استقبلت أحلى خبرين في حياتي، نجاحي العلمي ونجاحي في حياتي. محمود كان أكبر مكاسبي في الحياة وفي رحلتي. ماما صفية كانت السبب بعد ربنا إنها تديني حياة ومستقبل وكيان. ومحمود، أنا طلبت إيدك من ماما خلاص. موافقة؟ موافقة. وعملنا خطوبة وقعدت 2 سنين وبعدين اتجوزنا. وفي الوقت اللي كنت فيها أنا في حضن حبيب وشريك روحي، مطمنة وحاسة بكل الأمان اللي في الدنيا، كانت الناس اللي ظلمتني وأذتني في السجن بينفذوا الأحكام اللي اتحكم عليهم فيها، واللي لو قعدوا عمرهم كله في السجن مش هيخلصوها. محمود: نعم يا حبيبي، أنا بحبك، اوعى ما تقدرش ده في يوم، وأنا بحبك جدا، ومقدر وهفضل أقدر نعمة إنك بتتنفسي في حضني وجنبي. دي كانت قصة حياتي اللي اتعلمت منها كتير قوي، وعديت بمواقف كتير كانت مفيدة ليا، خلتني أشجع وأقوى من الأول بكتير، وعرفت فعلا معنى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وما وراء السجن كان موجود بكل الخير.